أغلب المنامات اللي احنا نشوفها لازم نشوفها، فلا يعني أنه أي منام نشوفه أنه خلاص أنه هذا المنام يدل على وقوع شيء سواء خير أو شر أو مرض أو زواله أو أي أمر. لا، أحيانا يكون منام عادي جدا. أنا واحد منكم أشوف منامات يعني لو أنا ما أعرف أعبر، كان قعدت أبحث في الجوجل وما أخلي مكان اللي أنا أدور أحد يفسر لي، وأعرف أن هذا المنام تلاعب من الشياطين وتعجيز للنفس وإتعاب وإرهاق طوال الليل يشغلك أنك متحصن مثلا، أو أنك زعلان، أو أنك بخاطرك شيء مثلا وتحلم وتتعب تصحى من النوم. لكن ولا في رموز للمعبر اللي نقول نسأل الله يكون فعلا متمكن. ما في رموز يقدر يفك لك رمز يقول لك لا هذا تلاعب من الشياطين، أضغاث أحلام، تلاعب، حديث نفس، وسوسة شيطان، فقط ما في شيء. المنامات الحق هي اللي رموزها واضحة كفلق الصبح وتسلسل صحيح وسليم، وكأنك أنت قاعد تكتب قصة تعبيرية. نعم. يا قمر، أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يشفي بنتك وأن يشفي بنتي وأن يشفي بنات المسلمين يا حي يا قيوم في هذه الساعة، اللهم آمين. أهلا يا روسي، مرحبا. أسأل الله أن يشافي الجميع يا حي يا قيوم، قولوا آمين. أبشر يا مصطفى. أحس الشيخ ضايق من تفسير الرؤية اللي أولها. يا سبحان الله، فعلا أنه محاولة إقناع الناس أو تغيير أفكارهم يعتبر غباء في رأس اللي يحاول يغير أفكارهم. أنا ما أعرف الواحد منكم اللي قاعد يرد الردود هذه كلها، هل هو قاعد يفهم من راسه ولا يفهم من كفرات سيارته؟ تفسير الرؤية للبنت اللي شافت أنها تنزل إلى في مكة وثم الناس يجوا عندها وكأنها فعلت، قلت هذا يدل على أمن واستقرار أرض الحرمين الشريفين في المناطق اللي فيها زيارة فيها عمرة فيها حج على مسيرة الحياة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، حتى يرث الله الأرض من عليها. يطلع لي واحد راسه مربع مخم جيم متعشي فول ناشف له 3 أيام عنده في الثلاجة وطلع تعشى فيه ويقعد يسأل. أحس إحساسك منيل ب60 نيلة. أقفل البث أنا وروح تقهوى وريح راسي. لا حول ولا قوة إلا بالله. صلوا على رسول الله وزيدوا النبي صلاح واكثروا من كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اذكروا الله آناء الليل وأطراف النهار. أجمل ما تقدموا لأنفسكم ذكر الله سبحانه وتعالى. مرحبا يا فرح، الله يكتب أجرك. الله سبحانه وتعالى امتدح الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وامتدح والحافظين لفروجهم والحافظات، وامتدح الله سبحانه وتعالى والمنفقين والمنفقات. الله سبحانه وتعالى امتدح أشياء كثيرة في الإنسان، فأسأل الله أن نكون احنا وياكم ممن يمتدحهم الله سبحانه وتعالى. والقانتين والقانتات، يعني أشياء كثيرة الله سبحانه وتعالى امتدح الإنسان. أسأل الله أن يبارك فيكم. فيها أخت من الأخوات من المنطقة الجنوبية، تحديدا من بلاد شمران، من منطقة من قبيلة شمران، توفت لهم وحدة من الأخوات، أسأل الله أن يغفر لها ويحسن إليها. ويبدو أنهم حريصين جدا وأوصوني بأنه أنا أذكركم ونطلب أن نوحد إحنا وياكم التأمين لهذه المتوفاة أم سعد الشمراني. توفت يمكن تقريبا لها 2 أسبوع الآن أو في هالحدود. ويبدو أن أهلها سبحان الله العظيم حريصين جدا أنه يصلوا إليكم كعدد 8000 بليلة واحدة، فربما إن يطلع منكم أو منا واحد يكون دعوته مستجابة. إحنا بندعو للبنت هذه بما أنهم أوصونا، وأنتم تؤمنون. أسأل الله أن يوحد تأميننا في هذه الساعة. طبعا ثم نتطرق لجميع أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم صل وسلم على رسول الله. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض وهو أرحم الراحمين أن يغفر لهذه المتوفاة أم سعد الشمراني. أسأل الله أن يغفر لها ويحسن إليها. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. أسأل الله أن ييمن كتابها وأن ييسر حسابها وأن يعفو عنها فيما سلف. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يطهرها بالماء والثلج والبرد. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يقدمها إلى خير وأن يخلف على من بعدها بخير. أسأل الله أن لا يفتن بعدها من ذريتها ولا من ذويها ومن أسرتها. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يطمن قلوبهم. أسأل الله أن يجبر قلوبهم ومصابهم ويحسن عزاءهم ويغفر لها مغفرة لا تحتاج بعد مغفرة الله لأحد من عباده بالدعاء. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن
يغسلها الماء والثلج والبرد، وأن يعليها في جنات النعيم. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض إن كان لها من بعدها من الذرية أن يتكفل فيهم الله سبحانه وتعالى، وأن يرقق لهم القلوب. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن لا يفتنوا من بعدها. اللهم آمين يا حي يا قيوم. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولأمواتنا وأمواتكم. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يجبر قلوبكم وأن يشافي مرضاكم وأن يحسن إليكم كما تحسنوا إلى الآخرين. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يجعلنا وإياكم ممن يسعى لخدمة الآخرين وخدمة الناس. أسأل الله أن نكون من المحبين والمسارعين في الأعمال الخيرة والأعمال الطيبة. وأسأل الله أن نكون وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله وزانت صحته. أسأل الله أن يبارك فيكم يا إخواني ويعطيكم الصحة، وشكرا لكم لتجاوبكم. بيض الله وجهكم. اللهم آمين يا حي يا قيوم. طيب اطلعونا فوق 10,000، لأنه بيكون عندي في السناب شات اختيار يومي. يعني بكرة إن شاء الله بنزل مقطع وبيكون في اختيار يومي ل3 إلى 4 أشخاص يفوزون بجوائز بدون أي عمل تعملونه، إنما تعليق فقط. سبحان الله بحمده. أي شيء تقولونه في السناب شات ادخلوا على السناب وضيفوه. يعني أقول لكم قولوا كذا، ردوا كذا، مثلا قولوا آمين، اذكروا الله، كلمة فقط تكتبون تعلقون على هذا الموضوع، ويصير في اختيار عشوائي ل3 أشخاص يأخذون جوائز عادية جدا من عندي أنا مباشرة، بدون مسابقة، بدون أسئلة، بدون عرض للجائزة وشيء، بشكل خاص. أضيف إلى ذلك أنه زي اليوم رديت على أكثر من منام كلها في السناب شات بطريقة خاصة مباشرة، أرد على المتصل مباشرة بدون يطلع اليوزر ولا أحد يعرف منه ولا أحد يعرف منامه وشو أبدا، خاص بيني بينكم مباشرة. طيب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. يلا بعده طلعنا قسط. كثيرة تدل على مفاتيح رزق، وأحيانا تدل على حبس لهذا الشخص، يعني حبس لرزق، حبس لأمر، ما هو بحبس إنه يسجن، لا، يعني تضيق عليه بعض الأشياء. نعم، وربما تكون مفاتيح خير. نعم، لازم يكون عندنا إيمان بالقضاء والقدر. 666 ألف مليون مرة قلت هذا الكلام. لازم يكون عندنا إيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. الحين معناته أن الخير من الله سبحانه وتعالى والشر كذلك من الله، يصدر من الله. يأمر الله على هذا الإنسان بشر، ظاهره شر، مرض، حادث مروري، خسارة مالية، موت أبناء، موت والد، موت والدة، موت أخ، موت صديق، خسارة وظيفة، سفر، إعداد للسفر ثم يكنسل هذا السفر وكنت أطمح فيه. هذه كلها تعتبر بالنسبة للإنسان شر، يراها الإنسان شر، لكن إحنا ما نعرف هل هذا الشر شر صافي أو في طياته خير. لازم يكون عندنا إيمان وقناعة بهذا الشيء. الشيء الثاني مهم جدا أن نرضخ تماما وننزل تحت الأقدار حتى نرضى. كيف ننزل تحت القدر؟ يعني أنا عندي بنت تمرض علي الآن، أنا عندي بنتي نادى مريضة، أسأل الله العظيم أن يشفيها ويعجل بشفاها، وأنا الآن قاعد أقرأ عليها وأسأل الله أن يشفيها، أسأل الله أن يعجل بشفاها، وكذلك بناتكم وأولادكم وأخوانكم وآبائكم وأمهاتكم وكلنا بهذا الحال. طيب، هل أنا أجد الآن حلول جذرية بنسبة 100% البنتي حتى أخرجها من هذا المكان؟ طبعا لا، إنما أملك أمر اللي هو الدعاء والقراءة عليها والاستمرار والمراجعات الطبية والاستمرارية فيها حتى يأذن الله بما عنده. إن كان الله سبحانه وتعالى قد قدر هذا البلاء ابتلاء لي أنا يا فهد القرني، أو اعتداء من الشياطين على أبنائي، أو بعين أو بحسد أو بسحر أو بلاء صافي ما فيه أي شيء أبدا، إنما نزل بأمر من الله سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إحنا إذا قلنا هذه الآية لا يعني أنه كلها خير. إذا أراد الله أمر قال له كن فيكون، سواء مرض أو عافية أو رزق أو عدمه أو إنجاب أو عدم إنجاب، إنما هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعرفون أنه، وأنا قلت هذا الكلام، أنه الراقي مهدد في أبنائه، في نفسه، في زوجته، فتحصن أحيانا وأحيانا تغفل وأحيانا يحصنون وأحيانا يغفلون، فقد يقع البلاء وقد يكون ابتلاء. وكلنا نعرف لو جاء واحد بكرة قال لي طيب فهد القرني أنت راقي، كيف ما تمنع هذا الشيء أنه ما يقع عليك؟ قلت لهم طيب محمد عليه الصلاة والسلام هو من نزل عليه القرآن، وهو من أرشدنا بالرقية الشرعية ووقع عليها الابتلاء، وعائشة كذلك قيل أنها قد سحرت وهي زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يعني أنه والله أحد منزه، إمام مسجد، خطيب جامع، إمام أمة، كبير صغير، راقي مراقي، إذا قدر الله سبحانه وتعالى وقوع البلاء أوقعه.
ثم يرفعه أو لا يرفعه، فإن رفعه فبرحمته وإن لم يرفعه فبرحمته. ليش؟ لأنه قد يرفع البلاء الله سبحانه وتعالى برحمته منه حتى يزيل عنك هذا البلاء، ثم يوقع مرة أخرى على هذه البنت أو على غيرها أو عليك أو على أي أحد، أو ما يرفع تماما ويوقع علها البلاء ويستمر البلاء حتى تموت. فإذا هذا الأمر قد قدر فلا رافع له مهما تبذل جهد، إنما أنت تقدم بين يدي الرحمن دعاء واستغفار وصدقة لمريضك ورقية شرعية وتداوي طبي، وتترك كل الأبواب وتبذل جهدك وتستعين بالله سبحانه وتعالى. فإن قدر الله الشفاء فلله الحمد والمنة، فإن لم يقدر فهذا مقدار قدره الله سبحانه وتعالى. لازم أنا أرضخ وأنزل وأتنازل وأسلم واستسلم أمر الله سبحانه وتعالى وأحمد الله سبحانه وتعالى. ولا يعني أنا والله جايكم المستشفى الآن وقاعد أفتح معكم البث وأنتم تشوفون مبسوط ومستبشر قاعد أضحك ولا عندي أي مشكلة. ليش؟ لأني أنا من الناس اللي أنا أقول والله الحمد، أنا أحمد الله على هذه النعمة. أنا أقول لكم ليش أنا كذا؟ لأنه عندي إيمان، وأنا متأكد أن عندكم إيمان. أنا عندي إيمان بالله سبحانه وتعالى أنه هذا الأمر الذي قد قدر، ما أدري في صوت ولا ما فيه، تسمعون؟ الصوت موجود؟ مرحبا يا فهد، الصوت موجود؟ نعم. طيب في هذا الأمر اللي وقع أنا بطلال، هذا الأمر اللي وقع علي أنا يا فهد القرني بمرض واحدة من بناتي، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى حتى يرى ماذا سنفعل أو ماذا سنفعل. هل إحنا نستسلم ونقول لا هذا الأمر غير مسموح إنه ينزل أبدا لأنه أنا فلان يعني، وتبدأ تجادل الله سبحانه وتعالى وكأنك تقول أنا كيف هذا الأمر يحدث عندي؟ لا ما يحدث، مستحيل، كيف كذا والله أطلع على طول. لا لازم أن الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره ويقول أول ما يسمع بهذا البلاء أيا كان قل أو كثر الحمد لله، الموضوع بسيط جدا. لكن أقول فيما لو يحدث لك أمر أكثر من ذلك لازم أول باب تفتحه باب الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى، تقول اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما قد قدرت يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم أن تختار لابنتي أو أبي أو أخوي الشخص المريض، أن تختار له الخيرة الطيبة، اللهم اختر له الخيرة الطيبة إن كان في شفائها أو عدم شفائها. أسأل الله العظيم أن يكون له الخيرة الطيبة، تختار له الخيرة من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن نختار أنا وياكم خيرة أفضل من خيرة الله سبحانه وتعالى. طيب وبعدين على فكرة لما نشجب ونزعل ونقول وكذا هذا دليل على أنه حنا ناقضنا الإيمان، لأنه من كمال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وحتى تصل إلى القضاء والقدر خيره وشره. فإذا وقع عليك الشر تزعل وتبأس وتحتج وتقول ليش وتعتب على الزمن وعلى الزمان وعلى المكان وعلى الإله وعلى كل شيء، تقول لا ما يصير وكيف ليش أنا ابتليت. فإذا وقع لك خير قلت الحمد لله رب العالمين. وأحيانا بعض الناس ما يقول الحمد لله، يقول أنا عارف أنا خططت لهذا الشيء وأنت ما خططت لا لشر ولا لضر ولا لنفع ولا بلاء، إنما الله سبحانه وتعالى هو من يدبر الأمر كيف يشاء. أسأل الله أن يشافي ابنتي وأن يشافي مرضاكم ومرضى المسلمين كافة يا حي يا قيوم. زي ما قلت لكم أنه سبحان الله العظيم الخيرة دائما فيما يختاره الله سبحانه وتعالى. وبعدين أبغى أوصل لكم فكرة أنا كذلك ليش أنا قلت لكم هذا الكلام، أنه ما يملك الشفاء أحد، ما يملك الشفاء لأحد من لخلق إلا الله سبحانه وتعالى هو من يملك الشفاء. ثم يأمر أحد من العباد أو يأمر أحد من الأطباء أو يأمر أي أحد من الطيور أو من الشجر أو من الحجر أو إحنا ما نعرف من الملائكة، يأمره أن يساند أو يتدخل في هذا الأمر فيوقع فيه الشفاء، لو بكلمة أو بدعوة أو بمسحة على الجبين أو بنقطة زيت أو بشربة ماء أو بضربة محجن أو بحجام أو بأي أمر، إنما يسبب لك الأسباب اللي ترفع البلاء عفوا. لكن الله سبحانه وتعالى عندما يأمر بهذا الشيء ثم يأمر بعدم رفعه فلا رافع له إلا هو. لذلك لازم يكون عندنا إيمان كامل متكامل واستسلام للي يحدث لنا من آباء وأمهات. أنا قرأت على اثنين في مستشفى الملك فهد الله يرحمه، الملك فهد مدينة الملك فهد الطبية. قرأت على رجل
3 أيام تقريبا أو أسبوع أو أسبوعين، وتوفى انتقل لرحمة الله. أسأل الله أن يجبر أهله وأن يجعل مثواه الجنة وأن ييمن كتابه وييسر حسابه. وقرأت على امرأة تبلغ كذلك من العمر 40 عام، كان عندها مرض الكانسر، وكانت بحالة يعني شبه يائسة، وقرأت عليها وأخبرت ذويها، قلت لهم أنتم يعني واضح أنه يعني مرض الهلاك إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى. أخبرت أهلها، كانت أظن واحدة من خواتها مجموعة، قلت لازم يكون عندكم إيمان. قالوا إحنا عندنا إيمان. قلت يعني اكثروا الدعاء لها والصدقة، ولا يعني تيأسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى، إنما وضعها يبدو أنه خطير شوية. وسبحان الله فعلا أظنها ما تجاوزت 4 أيام تقريبا أو في الحدود إلا جاني خبر أنها توفت كذلك، الله يغفر له ويحسن إليها. وفي ناس الحمد لله رب العالمين كانوا بغيبوبة وقرئ عليهم. أنا قرأت على شخص برضو في جدة في مستشفى الحرس الوطني، كان بغيبوبة تقريبا قالوا الله أعلم أنه 8 أشهر أو 2 والله ما أتذكر، لكنها بالأيام يعني فترة طويلة تجاوزت 8 أشهر أو 2 في الحدود حسب ما سمعت. وبنفس اللحظة اللي أنا قرأت عليه فتح عيونه ونطق بكلمة التوحيد، واليوم الثاني أو اليوم الثالث أخرجوه من المستشفى وبخير تماما ما في شيء. طيب هل أنا أستطيع أنه أخرج شخص بيموت أو أموت شخص بيخرج؟ مستحيل طبعا، إنما إحنا نفعل الأسباب. لذلك أنا أقول كل واحد فيكم وأنا وأنتم نقرأ على مرضانا ونستعين بالأسباب، ولازم يكون عندنا يقين ورضا وانتظار أي حدث. يعني لا تعيشون دائما في قمم، فإحنا كل أنا وياكم داخل دائرة الدنيا وداخل دائرة الحياة وداخل دائرة الإنسانية. يعني إحنا برا، يعني أي شيء تسمعونه يحدث للناس ربما يحدث عندك، الشيء اللي ما يحدث عندك يحدث عند غيرك. يعني وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني ما في أحد في قرار مكين أبدا